كاتب التاريخ اقفل صفحاتك، فقد ميسي حقق كاس العالم اخيرا، وفوز تاريخي في مباراة تاريخية في كاس عالم تاريخي. نسخة هي الأجمل في التاريخ بالنسبة لكاس عالم قطر، فلازم النسخة الأجمل تنتهي ختم المسك بقى. يعني انت ايه تقول مسك الختام؟ المسك الختام لأفضل بطولة في العالم وهي كاس العالم، وهي أفضل نسخة في تاريخ كاس العالم وهي نسخة قطر 22، علشان نشوف مسك الختام لنهائي زي مباراة الأرجنتين وفرنسا تعادل 3-3. مباراة شوط أولاني مع شوط تاني كانت مباراة مملة جدا، وخلاص الأرجنتين بتكسب كاس العالم بأقل المجهود، إلا في دقيقتين بالظبط مبابي بيغير الواقع وبيغير الاجواء، بيتعادل من ركله الجزاء وبيخش كمان ويسجل الثاني. نخش يا سيدي في الاكسترا تايم، ميسي بيحط الثالث، ونقول مسك الختام بان ميسي هو اللي يجيب هدف الفوز للارجنتين بكاس العالم، ولكن امبابي بركله الجزاء بيتعادل. عشان الاثاره تستمر معانا، المتعه وسسبنس والرعب والاكشن اللي كنا بنعيشه في كاس العالم من دور المجموعات حتى الفاينل لسه مستمر، ونخش في ركلات الترجيح علشان مارتينيز يبدا انه يتالق من تاني ويقود المنتخب الارجنتيني بالفوز بافضل نسخه في التاريخ وهي نسخه كاس عالم قطر 22. الحقيقه النسخه دي نسخه مميزه من كل النواحي، سواء من تنظيم قطر او حتى ضرب الارقام القياسيه بالنسبه لميسي، انه بيحقق وبيزيد رصيده في البطولات بالاغلى البطوله في تاريخه وهي كاس العالم، غير التحقيق المنتخب المغربي انجاز تاريخي كبير عربي افريقي بالوجود الى سيمي فاينال كاس العالم. المنتخب الفرنسي كمان موجود امبابي كالهداف لكاس العالم ب8 اهداف بعد حصوله على 3 اهداف هاتريك في نهائي كاس العالم، علشان كمان امبابي يضرب رقم قياسي جديد. شفنا الحقيقه متعه كتيره جدا في كاس عالم قطر 22، فنتمنى ان احنا نشوف نسخه اقوى، ولكن ده الحقيقه هيكون صعب بالنسبه للتنظيم. بالنسبه لي المنافسات ميسي قد يعتزل، يعني ممكن نشوف ميسي انه يعتزل بعد تحقيقه كاس العالم، فاعتقد هيكون هو ده مسك الختام. عشان كده بدأت حلقتي وبقول يا كاتب التاريخ اقفل خلاص صفحاتك، فقد ميسي حقق البطولة الاغلى في تاريخه وهي بطولة كاس العالم. فرحة كبيرة بالنسبة طبعا لكل مشجعين ومحبي ميسي، انا طبعا من عشاق رونالدو، ولكن اليوم كرة القدم اللي تنتصر او ميسي بينتصر على كرة القدم المجنونة المشتعلة نار، اللي الحقيقه استمتعنا بيها كتير جدا كرة القدم في كاس العالم النسخه الحاليه ونسخه قطر. فالواحد الحقيقه بيقول يا ريت كاس العالم ما كانش يخلص، ومباراه زي كده كمان ما كانش الواحد يتمنى انها تخلص من كتر الاثاره والمتعه وتمتد كمان ل 150 و200 دقيقه، ولكن ده مش موجود على ارض الواقع. ولكن الحقيقه نسخه كاس العالم فالواحد مبسوط جدا ان هو عاشها وان هو كان موجود وشافها بشكل كبير جدا من بدايتها لنهايتها. مبروك لميسي، مبروك لعشاقه، واستنوني في حلقات جايه كتير. ونهايه المونديال وكفايه عظمه لحد كده، وفعلا هي كفايه عظمه لحد كده. سلام.